حلقة بعنوان يلا نشغل السرينة. اديها سرينة. اخواتي الكتيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية جديدة وحلقة جديدة وجايين نتكلم فيها في صفقات، وزي ما شغلتك السرينة اعرف انها حلقة صفقات، لكن اللي هطلبها منك كل فيديو كل حلقة انك تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، فصلوا عليه. مش هتاخد منك ثانيتين اكتبهم في الكومنتات عشان تاخد حسنات وناخد حسنات ونتكلم في الصفقات. قبل ما اكلمك في الصفقات عاوز اعلق بس على نقطة معينة، ان الصحفي احمد عبد الباسط قال معلومه انا مش عارف هي صح ولا غلط، لكن قبل ما اتكلم فيها انا عاوز اقول حته صغيره. ليه يا جماعه احنا بقينا نحب التعريض؟ ليه لازم نعرضه لحاجه معينه عشان انا علينا بني ادمين؟ فضلنا شويه، في ناس فضلها شويه وتاخد التعريض ده فوق، ياخدوا حقنا كده عشان يحس انه بتاع. ليه؟ لان احمد عبد الباسط طلع بخبر خزعبلي ما اعرفش هو مطلعه من دماغه ولا جايبه منين ولا حد قايله له ولا ليه تسريبات ولا لمصلحه مين انا مش عارف. طلع وكلم وقال ان الاتحاد الكوره بيدرس الغاء بند اللاعب الفلسطيني انه يعتبر لعيب مصري، وده طبعا انت عارف وانا عارف ليه، بسبب الالم اللي لهفه الاهلي من وسام ابو علي. وسام ابو علي معلمهم الادب زي ما على حق ربنا، ودي حاجه اصلا انا مش داعم فيها وسام ابو علي، لكن انا بقول لك الصراحه ان هو النهارده معلم على اداره الاهلي. تعال نتكلم بقى بره. فانت النهارده عاوز تلغي ليه اللاعب الفلسطيني لاعب مصري؟ تلغي ليه ان تخلي اللاعب الفلسطيني لاعب مصري؟ فانت عايز تلغي القرار ليه من الاساس؟ ما اعرفش. فانا عاوز بس اخد حته معينه، هل ده مجامله للاهلي ولا ده تصريح من احمد عبد الباسط قال فيه اي كلام وخلاص؟ مع ان انا اتكلم واقول ان ده تصريح هو هجص فيه وقال اي كلام. ليه؟ لان لائحه الموسم الجديد نزلت ومكتوب فيها اعتبار اللاعب الفلسطيني لاعب مصري، فمش بطبيعه الحال النهارده الناس هتصحى الصبح يقول لك لا الغي البند ده. ما البند اللائحه اكيد موجوده والانديه ماضيه عليه، فقصه اعتبار اللاعب المصري اللاعب الفلسطيني لاعب مصري انها اتلغت، ده اعتقد يعني وعلمي عند الله طبعا انه ده بيهجص، فعاوز يطبل لحاجه معينه. احمد عبد الباسط ما اعرفش عايز يوصل ليه، لان كل اخباره في شنك. فانا بقول لك الحقيقه، هيجي واحد يقول لي يا عم انت الاخبار حقيقيه. يا عم انا مش صحفي، انا مش مقدم محتوى، انا راجل زملكاوي واطلع اقول لك رايي والاخبار اللي عندي اللي جايه من مصادر، المصادر تطلع صح تطلع غلط الله اعلم، لكن كلامي بيحصل وبقولها لك والناس دي بقت ثقه بالنسبه لي. فانا بقول لك انت تبقى صحفي وعامل شغلك ما اختلفناش، بس تطلع قول الحقيقه، ما تطبلش، ما تعملش اثاره جدل. انت فاهمني؟ لان في لائحه. طب ما تقول الموسم الجديد، يعني انت مثلا ممكن الكلام ده صح بس الموسم الجديد ليه نستبقوا الاحداث يعني. تعالى بقى نتكلم في قصه الموسم، وهو قصه احمد ابو الفتوح. بص يا سيدي، احمد ابو الفتوح تغيب عن معسكر الفريق، يعني هو كان موجود في معسكر الفريق واستاذن من الناس الموجوده بسبب انه قال لهم انا عايز ازور عمي لان عمي تعبان والقصه الحمضانه دي. وتعال نتكلم في خلاصه الموضوع، وتعال قول لي رايك في الكومنتات في الحته دي بالذات، يعني بعد ما تصلي على النبي بالله عليك قول لي رايك في الكومنتات في الحته دي، شوف رايك زي رايي ولا لا. بص يا سيدي، احمد ابو الفتوح اللي بقى له فتره طويله عامل مشاكل، من هروب من تحليل المنشطات مره، من هروب من معسكر المنتخب مره، من دهس شخص وغرامه وموضوع كبير رحمه الله عليه يعني المتوفي. فابو الفتوح استأذن من الناس في النادي وقال لهم انا عندي عمي تعبان وكلام من ده، تمام؟ يجي النهارده الناس تتفاجئ انه في حفله غنائيه لراغب علامه مع امام عاشور، اللي سوحوا كمان بستوري ونزله وبان في امام عاشور في بتاع ابو الفتوح في الفيديو. فنادي الزمالك تمام كان طلع اخبار صحفيه اتاكد ان في مشاكل بسبب ابو الفتوح، ما كانش في مشاكل وقتها. فالناس طلعت وكدبت عبد الناصر محمد مدير الكوره الجديد، فالراجل تفاجأ زي انا وانت ودينا بحالها. بص هو موجود على السوشيال ميديا وهو عاشور حتى رفعها عنده على صفحته على الانستجرام. فالراجل عمل حاجه اقسم بالله لا حد من ابناء النادي هيعمل كده، ولا موظفين ولا رئيس النادي كان يستجرؤ يعمل حاجه زي كده في وجود اي حد، حتى في وجود مستشار مرتضى منصور. فالنهارده الساعه 10 صباحا صفحه الزمالك الرسميه اصدرت بوست مكتوب بغرامه قدرها 1,000,000 جنيه على احمد ابو الفتوح. ودي حاجه احيي فيها المجلس واحيي فيها صاحب القرار سواء عبد الناصر محمد مدير الكوره او جون ادوارد المدير الرياضي. اقسم بالله لا طارق يحيى ولا جمال عبد الحميد ولا خالد غندور ولا وائل ابان ولا عبد الواحد السيد ولا فلان ولا علان ولا تيتان يقدر ياخد قرار بتغريم لاعب 1,000,000 جنيه داخل نادي الزمالك. تمام؟ فانها تيجي من شخصين من خارج النادي، فده دليل النادي ماشي في الطريقه الصحيحه. وفي كلام ان هو لا مش في كلام، ده حاجه كده انه توقف مستحقاته بعد غرامه 1,000,000 جنيه وتحول للتحقيق. الكلام المنتشر حاليا ان الزمالك من مصادر يدرس بيع احمد ابو الفتوح. تسالني عن رايي اقول لك لا. تعال نتكلم بوجه الله. ابو الفتوح مع مشاكله الكتيره لكن يعد من اهم لاعبي نادي الزمالك. ابو الفتوح اللي مهاراته ما حدش يختلف عليه، خلي بالك ابو الفتوح مهما كان كده بس هي في حاجه من عند ربنا. تقول لي بقى ما تدخلش ربنا والدين في كلام من ده، اقول لك لا، لان حياتنا كلها اساسها الدين. ابو الفتوح رصيد الستر بتاعه خلص
دي جمله عجبتني قوي فعلا في الموضوع ده. رصيد الستر بتاعه خلص، لان الفتوح مشاكل كتير وبدات تظهر وبدا ينفضح، لان في حاجات اصلا جمهور نادي الزمالك خلي بالك لما كان بيتكلم مع شيكابالا وقال له احنا شفنا الصور ومش عارف ايه مش عايزين ننشروها على النت، ده جمهور نادي الزمالك لما يشوف ابو الفتوح ومحمد صبحي في مواقف مخله خلي بالك في مع سهرات وبتاع كبير، فالزمالك استحمل كتير ابو الفتوح، لكن هتيجي تقول اعرضه للبيع لا، انت حاول تقوم اللاعب بتاعك، لان ابو الفتوح عامه بيأدي اداء كويس نادي الزمالك بامان. ابو الفتوح كل فين وفين يطلع له خازوق كده يعمل مشكله والموضوع يكبر والدنيا تعرف ويطلع بره تركيزه ويقعد فتره يعني يخش تدريبات تاني، لكن ابو الفتوح من القوائم الاساسي لنادي الزمالك. فلو انت قررت فعلا وده قرارك انت كمجلس اداره تتحمل اعباءه بعد كده، لان النهارده ابو الفتوح لو مشي وانت عندك بنتائج بس تبقى مصيبه، فلا بد من تجهيز بديل قوي لابو الفتوح. لكن بالنسبه لي قرصه ودن بالفلوس هتخلي اي لعيب مهما كانوا هو مين عذرا ينتظم في التدريبات وينعدل ويخلي حياته احسن من كده. فانا بقول لك فكره الاستغناء ابو الفتوح فكره مش محببه بالنسبه لي خالص، ابو الفتوح من العناصر المهمه وتدعيم كويس لنفسك، الا انك تجيب لعيب سوبر ستار خلي بالك من المشاكل اللي بعد كده هتبان. فالزمالك عمل حاجه انا سقف عليها سواء اللي خد القرار او حتى اللي فكر فيه. بص يا سيدي انا بقول لك لان اخبار بتطلع صح والحمد لله العبد الله بيبقى سابق في اخباره، مش بقول لك كده ان انا جايبها من عندي من البيت، انا جايبها من ناس مصادر زملكاويه محترمه حط تحتها مليون خط. تمام. قصه محمد اسماعيل انا بقول لك على بلاط محمد اسماعيل في نادي الزمالك. محمد اسماعيل لاعب زد في نادي الزمالك، بيراميدز والاهلي كانوا داخلين في الصفقه، بس اهمهم اللي كان داخل في الصفقه عشان خاطر يعلي السعر الاهلي فهو على زد فهو الاهلي، وقلتها لك والحمد لله. الزمالك واداره زد وافقوا واللاعب مضى لنادي الزمالك رسمي، فاضل الامضاء مع نادي زد. النادي موافق لبيعه، النادي وافق بيعه بكام؟ ب 50 مليون جنيه. خلي بالك انا قلت لك قبل كده ما تبصش للفلوس غير لما تكون انت معاك بديل. يعني ايه؟ الناس مستصعبه رقم زد هتبيع محمد اسماعيل نادي الزمالك عن طريق كوره بلس، يعني كوره بلس نزل خبر ب 50 مليون جنيه. على طبيعه الحال الناحيه الثانيه في النادي الاهلي شايلين نسيم مرعي ب 52 مليون جنيه ما حدش فتح بقه. تمام. فمحمد اسماعيل صفقه مهمه جدا لنادي الزمالك، تدعيم كويس لخط الظهر في نادي الزمالك. امين. الاهلي دخل في الصفقه عشان يعلي السعر و50 مليون جنيه. الزمالك بيتكلم مع زد عشان خاطر يديهم مصطفى الزناري المدافع واحمد واسمه ايشو مقابل تخفيض المقابل المادي، يعني مثلا خد الاثنين دول ايشو والزناري ومثلا خد لك 20 مليون 10 مليون. فالزمالك بيحاول في الجلسه هتنعقد خلال الساعات القليله ان هو يديهم الزناري وايشو مقابل مبلغ من المال و محمد اسماعيل في نادي الزمالك. لكن عامه حتى لو اختار ده ما فيش الزمالك هيدفع ومحمد اسماعيل في نادي الزمالك، حتى عشان تبقى الزمالك ما بيشتريش حد كاش، هي صفقه واحده كاش هقول لك قدامها دلوقتي ايه اللي هيحصل فيها، لكن بالنهايه خدها على ضمانته الشخصيه محمد اسماعيل باذن الله بنسبه 99% لاعبا في نادي الزمالك وسينضم المعسكر خلال الايام القليله القادمه واللي هي ما بيننا وهتشوف. بص يا سيدي مين تاني الزمالك بيخلصه؟ انا قلت لك قبل كده الحمد لله والشكر لله والله من اوائل الناس اللي اتكلمت على قصه محمد علاء، وما حد على السوشيال ميديا اتكلم عليها غير 2 3 عدوا على الصوابع، وكنا يعني الخبر جالنا في نفس الوقت. الزمالك والنهارده رسميا او من امبارح بيمضي محمد علاء بتاع حارس مرمى الجول. انا قلت لك ان الزمالك مخلص كل حاجه مع اللاعب. النهارده او امبارح الزمالك قدر يحصل على توقيع اللاعب او حارس المرمى لمده 5 سنوات. دلوقتي المؤشرات بتقول لك ايه؟ المؤشرات بتقول لك ان اللاعب ده خلاص محمد صبحي هيروح بيراميدز. وتعال اسالني عن رايي. طبعا جبت محمد علاء وعندك المهدي سليمان ومحمود الشناوي الحارس الناس كلها ناسيه، بالنسبه لي ماشي عواد صبحي. بالنسبه لي او صفقه صبحي، لان انت هتبيع لاعب دولي مع المنتخب المفروض تاخد اكبر استفاده من النادي اللي هو هيروح له. طب مين النادي اللي هيروح له؟ هو بيراميدز. فبيراميدز النهارده من كلام بيتكلموا ان بيراميدز يعني عمل ميزانيه للموسم بتتكلم في 15 مليون دولار. تمام. فالزمالك لازم ياخد اكبر استفاده، بمعنى ايه؟ زي ما قلت لك ان صبحي حارس دولي، صبحي سنه صغير، صبحي بالنسبه للاعلام كله او بالنسبه لي كمان حارس محترم، فانك تبيعه لازم تستفيد من بيراميدز باكبر استفاده. فدلوقتي هو بيتكلموا في 50 مليون جنيه وده رقم ضعيف جدا بالنسبه لامكانيات صبحي، فلا بد انت ما تاخدش فلوس وتاخد لعيبه انت محتاجها زي محمود صابر ومحمد رضا بوب واللي انا محتاجه جدا في صفوف نادي الزمالك. بالمناسبه بيراميدز حاطط عينيه على احمد حمدي، واقول لك كلام ويتحاسب عليه قدام. احمد حمدي
لحد اللحظه دي رفض التجديد في نادي الزمالك. احمد حمدي فاضل له موسم مع نادي الزمالك، فلا بد ثم لا بد ثم لا بد تجديد عقد اللاعب، يا اما وانت في الانتقالات دي تستفيد منه، لان بيراميدز حاطط عينه على صبحي واحمد حمدي وبكره الايام تبين لك. فلا بد ان انت النهارده تجدد له، ما عرفتش تجدد له خليك منفتح لبيعه وخد منهم لعيبه او فلوس تقدر تحل لك مشاكلك. فبتكلم على احمد حمدي، لكن محمد صبحي لابد من الاستفاده، لان المركز ده ناقص عند بيراميدز. خلي بالك ناقص عند بيراميدز، وبيراميدز جه في وقت مع الزمالك نصح فيه، ما بقاش ياخد زي ما قلت لك اللعيبه اللي هو غير اللي هو محتاجها بالعافيه. فخلص في موضوعك وانجز، لان الدنيا عماله تقفل ويعني والقيد بيقفل واحده واحده. فتعال نتكلم في اخر حاجه. بص يا سيدي، حلقه النهايه، جلسه النهايه، اي حاجه فيها نهايه قولها وانت قلبك مرتاح. الزمالك هيعقد جلسه اخيره مع مسؤول بتروجيت معلش نسيت بتروجيت دي جلسه خباء، يا اما يا اما لا، يا اما يس يا اما نو. هتبيعوا لي اللاعب انا عضو 1 2 3، لا انا عايز 1 2 3، خد 1 2 3. الموضوع مفضح حمد حمدي في نادي الزمالك. هتبيعوا لي اللاعب خد 1 2 3، انا مش عايزين 1 2 3، عايزين 1 2 3 4، لا ما معناش، لا مع السلامه، السلام عليكم. اللاعب مكمل وهتاخده ان شاء الله السنه الجايه. فدي القصه بالنهايه. حامد حمدان ان شاء الله يحصل يعني مش يحصل بقى، تبقى في انفراجه في الجلسه ويخلص حامد حمدان، وبنسبه كبيره ان شاء الله الزمالك هيضغط وبقوه للتعاقد. ويا سلام لو جبنا بقى توفيق محمد بتاع بوتجيتي وانا في السكه. خلاص محليا مش محتاج حاجه تاني، محليا انا مش محتاج حاجه تاني. اخر صفقه معطله بالنسبه للزمالك مع انها خلصانه بكل تفاصيلها، وهي صفقه احمد ربيع لاعب البنك الاهلي. الصفقه خلصانه نادي الزمالك، فاضل الخازوق. ليه؟ لان مصطفى شلبي هو وسيف الدين الجزيري اقسم بالله ربنا داخل نادي الزمالك، والله احنا اتربينا لعيبه محت ماسكه في نادي الزمالك، عارفه ان والله الفرصه ما هيجي لهم تاني اكتر من كده. فمصطفى شلبي معطل انتقال الصفقه، لكن الصفقه هتنتهي. الزمالك وقال وطلع مصطفى شلبي من جوه الواتس، ومصطفى شلبي عارف انه مش هيتكلم في نادي الزمالك حتى لو كمان مش هيشم ارض الملعب. فانا بقول لك لابد من تخلص الصفقه، وفعلا ان شاء الله الصفقه هتخلص، واحمد ربيع اعتبر نسبه ان شاء الله 99% على ضمانتي لا في ازاي. المشكله في قصه سيف الدين الجزيري، وانا زعلان قوي اقسم بالله، لان سيف الدين الجزيري اي مدير فني اجنبي كان بيجي كان بيلعبه اقسم بالله، يعني دي حاجه قدام. فلا بد زي ما قلت لك الاستغناء عن سيف الدين الجزيري، سواء عارض سواء بيع سواء تحمل جزء من رقبته سواء افسخ عقده، ما انت كده مش عارف تمشيه، اعمل اي حاجه. ما تغلطوش غلطه السنه اللي فاتت مع قراد بالشكل لما قلت له افسخ وما عرفش، وفي الاخر وطلعته وضيعت مننا كليب سيري اللي كان جاي نادي الزمالك. فبص ايديكم انجزوا عشان الصفقات الاجنبيه تبقى كويسه وتبقى فيها دعم، عشان زي ما قلت لك كل يوم الباب بيقفل، وان شاء الله نكون خلصنا بدري واللعيبه يخش المعسكر بتاع العاصمه الاداريه بسرعه والموضوع ينتهي. فانا النهارده وصلت لنهايه الحلقه. كل يوم ان شاء الله لما يحصل جديد سواء هطلع لك بالليل او زي دلوقتي. فلو الحلقه عجبتك صلي على النبي، ما عجبتكش برضه صلي على النبي، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده والسلام.